علامة السبع يستحمل جسد أيام، يمشي مع الوقت ولا يشكي من الأيام، ويقابل الضيف بالوجه البشوش أيام، ويكرم الضيف شتاء أو صيف ما يملش. لو أتته كلمة ومن غير بال ما يملش، ياكلها بالملح والخرفان ما يملش، السبع ما يملش ولو حكمت عليه الايام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده، اهلا ومرحبا بكم الى دوره جديده من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب. لقد بلغ المهرجان هذا العام دورته العاشرة، ليقف بكل ثبات وقوة أمام كل التحديات، مثبتا أنه قادر على الصمود وتحقيق غايته النبيلة، مؤمنا أن الثقافة والفنون هما القوة الداعمة لهذا الشعب العريق، ومؤمنا بالدور السامي الذي حمله على عاتقه، متحملا في سبيله كل الصعوبات والتحديات. كتيبة من المناصرين بقيادة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس المهرجان، وكذلك من الفرق المشاركة في كل دورة من دورات المهرجان، والكثير من المبدعين الذين شاركوا في لجان المشاهدة ولجان التحكيم والإعلام والتنظيم وغيرها. الكل يعمل لهدف واحد يجمعهم محبة الوطن ورغبة في تشكيل الوعي الجمعي، أملاً في غد أفضل. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أقدم لحضراتكم الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس مؤسسة سين للثقافة والإبداع، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان.